السلام عليكم من مركز جراحات الشخير، وبفضل ربنا من نجاح لنجاح. النهارده معانا الحاج محمود فكري، 60 سنة. الشخير ومشاكله بيعمل ايه في السن بتاع 60 سنة؟ انا خليه هو يتكلم. ازيك يا حاج محمود؟ الله يخليك يا دكتور. الحمد لله على سلامتك. اولا الحمد لله. 10 ايام من العملية وهنشيل الدعامة، نشيل الدعامة ونتكلم، ايه رأيك؟ مفيش مشاكل. تمام. نطف بس كده مناخيرك سريعا. قول لي اخبارك ايه في النفس؟ خد نفس كده بعد ما شلنا الدعامه. لا، فرق كتير خالص. ايه؟ فرق كتير، فرق السما والارض. الضحكه اللي متعودين عليها لا، فرق كتير خالص بعد ما كل ده حقيقة. بعد ما الهواء يدخل الانف. اه انا عايزك تركز كده، خد الهواء الاول وتنفس مناخيرك. لا، فرق كتير، فرق كبير جدا ما بين دلوقتي ومن الاول ده يعني من كام سنه؟ انا تقريبا بقالي حوالي 12 سنة ما نمتش انا ومراتي في اوضة واحدة بسبب التشخير. الدرجات دي؟ لان هي لما شافت حضرتك على التلفزيون السنة اللي فاتت، مش من قريب ولا حاجة، وحجزت هنا مرة وانا اللي ما جيتش. انا بقول الدنيا ماشية شمال، ماشية كويس، ماشية كويس. كويس. لعند لما ابتديت من شهر انعس وانا سائل العربية. دخلنا في الخطر. انعس وانا سائل العربية. فمن 15 يوم عملت حادثة فعلا، وانا الصبح وانا قايم من النوم عيني تغفل يعني كده واصحى كده واصحى. فحجزت عند دكتور مخ واعصاب، وبعدين بعتني عملت رنين على المخ. مفيش حاجه، قال لي ارمي كله تمام. قال لي ارمي اشعتك في الزباله، ما عندكش حاجه. بالظبط كده. راجع انف واذن. دكتور المخ والاعصاب قال لك كده؟ قال لي باللفظ كده، هو اخ صديق واستاذ في جامعه الزقازيق. ابعت له قال لي تحياتي. قال لي ارمي الاشعه بتاعه المخ في الزباله. ابعت له تحياتي. وراجع انف واذن وحرج انه استاذ كبير واستاذ كويس. تمام. عايز تقول اسمه قول، احنا نحب. الدكتور عصام داوود. بس تمام. الدكتور عصام داوود. تحياتنا للدكتور عصام داوود، لان هو الحقيقه يعني شخص الاستاذ محمود، هو اللي شخصه ان هو بعته. بامانه رجعت دكتور مع زماله في انف واذن وحنجره في بلبيس، اسمه اسامه وهدان. فقال لي هنمشي بالعلاج، عندك مشاكل بس هنمشي بالعلاج. مش عايزين اسماء تاني. ما انا بقول لحضرتك. ايوه. فاخدت العلاج 10 ايام، فمراتي اصرت ان انا اجي لحضرتك. فجيت حجزت زي ما شفت، بتقول لي تعمل عمليه، قلت لك اعملها دلوقتي. على طول عملت العمليه، يعني انا ما خدتش وقت بالظبط غير الناس الثانيه. الحاج محمود على فكره عمل العمليه بعد ما جالي بساعتين 3. انا خدت قرار وانا قاعد قدام حضرتك اعمل عمليه، وحضرتك قبلت. كان قرار صح. صح. انا تعبت صراحه. يعني كان قرار صح اللي انت خدته، والنهارده بعد 10 ايام من القرار انا ايه اللي استجد كان قرار صح. اللي استجد عليا ايه بقى؟ استجد المنطقه دي كانت تقيله. كانت تقيله، وكان عندي كل ما اكلم حد بالتليفون يقول لي انت بتنهج ليه؟ ده في التليفون؟ بتنهج ليه وانا قاعد؟ في ومش قادر اخد نفس. انت عيان؟ اقول له لا، صوتي مكتوم. انا بعد ما عملت العمليه تقريبا الالم حسيت بيه بعد 3 ايام، انما اليومين الاولانيين كنت ممتاز جدا. جميل. بعد ما شلت الجهاز كنت بركبه. احنا كنا مركبين للحاج محمود جهاز مانع الالم PCA، والحقيقه ما كنتش حاسس بالم. ما كنتش حاسس 3 ايام الاولانيين. اللي عندي يوم الثلاث اخر النهار بعد ما شلت الجهاز ابتديت احس بالالم، بس الم بسيط. جميل جدا. الاول انا فقت. ازاي؟ المنطقه دي ما كانتش مظبوطه عندي. لما يكون عندك هم في المنطقه دي ويتزاح. كنت عارف ان عندك حاجه في المنطقه دي؟ لا. ولا كان احساس؟ بقول لك تشخير، الناس كلها بتشخر. انا بقيت اقول الناس كلها بتشخر. النهارده هتقول ايه بعد ما انا بقول بعد الجمله النهارده بامانه ربنا اللي بيشخر يطلع دكتور روسي بامانه، عشان ينام مستريح. ايوه، عشان ينام مستريح. انا ما كنتش بنام. وبعدين في الفتره الاخيره
كان نفسي بيقف واقوم منتوش، انني ما احس ان مفيش نفس، اقوم منتوش بالليل مره واثنين وثلاثه واربعه. ده حقيقه، مش مجامله للدكتور هشام او مجامله لاي حد، ده اللي كان عندي. احنا لا نقبل المجاملات الله يخليك، واي حاجه بتتقال، وانا حتى لو فيها سعداء يعني ان احنا جينا لحضرتك وسمعنا صوتك في التلفزيون وجينا لك وحققت المطلوب. ده أمان. الحمد لله. احنا لسه بقى لنا 10 ايام وان شاء الله يعني احنا لغايه هذه اللحظه التحسن الحمد لله زي ما انا عايز. القادم احسن من كده بكتير. انت لسه ما اتحسنتش. انا في العمليه، لسه في العمليه. انت بالنسبه لي متحسن يعني بالكتير 40 50%. انما ان شاء الله لما بتبتدي تنام والنفس يخش في مناخيرك ويملى بقى مظبوط. لا انا حسيت دلوقتي بعد ما شلت الدعامه فرق السماء من الارض في النفس طبعا. تخيل بقى النوم بالليل شكله عامل ازاي. لا انا دلوقتي بعد يعني ال5 دقايق دول فرق السماء من الارض بامان. الحمد لله. بامان. ربنا يبارك فيك ويزيد علمك. ربنا يكرمك. سعداء جدا جدا بالاستاذ محمود فكري من الشرقيه، من بلبيس شرقيه. والحقيقه ناس كتير جدا بتجيلنا من الشرقيه كتير جدا عندها. ربنا يبارك فيك ويزيدك في العلم. اللهم امين. ما اقدرش اقول اكتر من كده. اللهم يزيدك في العلم. دعوه حلوه ربنا يبارك جميله، وربنا يا رب يعني يتقبل من المرضى بتوعنا دعائهم لينا ولمكاننا. وما فيش عندي حاجه في الدنيا اسعد من ان انا اشوف المريض بتاعي بيضحك بعد ما شلنا له الدعامه. لا الحمد لله. وخارج من عندي صراحه مبسوط بفضل ربنا. لا مبسوط والحمد لله ومستريح. هتجيب زوجتك تنام في الاوضه مره ثانيه؟ سؤال مهم. ما هي بتشخر هجيبها للدكتور هشام. ده حقيقه مش تشخيره خفيفه يعني. هي ما انا اسف في الكلمه بقى، هي اللي مخرجاك من الاوضه ولا انت اللي مخرجها من الاوضه؟ لا اول امبارح بتقول لي تعالى نام معايا، فانا قلت لها لما تروح للدكتور هشام وتشيل التشخير. دخلنا في الجد بقى كده. فضحك بس حاجات بسيطه. بس ان شاء الله الزياره الجايه هتكون معايا. تنورني وان شاء الله سعيد جدا بكل تقدم وبكل بنلم شم الاسره. ده موضوع اجتماعي. الشخير والخنقه موضوع اجتماعي. انتم مش متخيلين مدى تاثيره على الازواج والزوجات. يعني انا والله اكتر من 12 سنه انا وزوجتي يعني علاقتنا ممتازه مع بعضنا. انما منعا للزعل بالظبط كده بالظبط. انا بنام في اوضه بعيد عنها بقالي اكتر من 12، مش عايز اقول لحضرتك وصلت ل 15 سنه بسبب التشخير. انا عارف وانا عارف والكلام ده يعني ان انا كنت بشخر بطريقه بشعه مزعجه. ما حدش يقدر ينام معاك في اوضه. اصوات يعني زي الموسيقى تنزل وتطلع طالعه ونازله. فما كانتش بتنام فصعبت عليا. فقلت لها خلاص انت في غرفه وانا في غرفه. بالظبط. ده حقيقه. الحمد لله. وان شاء الله الامور ترجع لطبيعتها واحسن من طبيعتها ان شاء الله. وده فضل من ربنا علينا. ده فضل من ربنا علينا ان هو احنا بنعمل اللي علينا، بنسعى وبنجتهد وبنبذل وسعنا في العلم وفي الاجهزه وفي المكان وفي الاخلاص وفي كل شيء. وبعد كده بنطلب حاجه واحده بس. يا رب احنا عملنا علينا، طالبين حاجه واحده بس. اتفضل. الشفاء من عند ربنا. الحمد لله. والحمد لله. لا والحمد لله. ربنا بيمن علينا. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله على سلامتك مره ثانيه. الله يخليك. ربنا يبارك فيك. اي حاجه؟ لا ربنا يبارك فيك. صراحه انا من النوعيه اللي قلبي جامد شويه. وانت لاحظت تقول لها تعملها وقلت لك دلوقتي. رغم ان انا عارف ان العمليات دي من العمليات الخطيره. طبعا. يكون ان انا اعمل غضروفين طبعا وعظمه زايده ولحميه ولوز في توقيت واحد وفي عمليه واحده. بالظبط. دي صعبه جدا. صعبه جدا. انا بقرا كتير. أيوة. صعبه يعني ناس بتعمل لوز بتقعد فيها شهر. ده كلام مظبوط. بتقعد فيها شهر وصوته بتحاش وصوته كذا وكذا. انما انا والله بدون تاثير بدون مجامله. انا ما بعرفش اجامل بدون مجامله. انت رجل اعمال يعني. ما عندكش هزار في الكلام. لا ما فيش هزار. يعني انا كان معايا نسيب امبارح بيستغرب عامل عمليه لوز قعد فيها شهر. ده هو بقول انا قعدت شهر كنت بكتب لهم وبالمنظار. قلت له لا ده انا اعمل كذا وكذا 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 وكذا. يعني 4 عمليات في عمليه واحده. في عمليه واحده في توقيت واحد. فربنا يبارك فيك ويزيدك علم. اللهم امين. ويزيدك علم. اللهم امين. هذا فضل من ربنا علينا. مش عايزين نقول اكتر من كده، طولنا عليكم، ولكن في الاخر بنقول فضل من ربنا علينا
ودايما مقولتنا الاخرانيه اللي بننهي بيها بنقول اللهم علمنا ما جهلنا وادفعنا بما امين. علمتنا. امين. تحياتي ودعواتي دكتور هشام ابراهيم.